بيكم في قناة انجليش ايد. معاكم محمود كمال، والنهاردة هنشرح مع بعض زمن الماضي البسيط. الزمن ده مهم جدا عشان بنستخدمه لما نتكلم عن حاجة حصلت وانتهت في الماضي. هنفهم مع بعض ازاي نكون الجمل المثبتة والمنفية والأسئلة، وكمان هنتعرف على الأفعال العادية والشاذة. وفي نهاية الدرس هتلاقوا تمارين عشان تطبقوا اللي اتعلمتوه. يلا نبدأ. زمن الماضي البسيط Simple Past Tense. في بداية دراستنا لأي زمن لازم نعرف الزمن ده بنستخدمه امتى، زي ما عرفنا ازاي بنستخدم المضارع البسيط والمضارع المستمر. لازم نعرف امتى بنستخدم الماضي البسيط. بنستخدم الماضي البسيط ببساطة كده لما يكون معانا حدث تم وانتهى في الماضي، أو أحداث متتالية حصلت في الماضي، أو أحداث محددة بزمن معين برضو حصلت في الماضي. يبقى أي حاجة حصلت وانتهت يبقى كده بنستخدم فيها الماضي البسيط. أول حاجة معانا مثال على حدث تم وانتهى في الماضي. I visited my friend yesterday. أنا زرت صديقي امبارح. تاني حاجة معانا أحداث متتالية حصلت في الماضي، زي I woke up, brushed my teeth and went to work. يعني صحيت وغسلت أسناني وذهبت للعمل. معانا المثال الثالث وهو أحداث محددة بزمن معين، زي She lived in London for 5 years. هي عاشت في لندن لمدة 5 سنوات. لو ركزنا في كل الأمثلة اللي عدت دي هنلاقي إنهم كلهم أحداث حصلت وانتهت. بعدين هناخد مع بعض تكوين الزمن بصور المختلفة، من صورة مثبتة، صورة منفية، أو حتى شكله في السؤال. أول حاجة هناخد مع بعض تكوين الجمل المثبتة في الماضي البسيط، وده بينقسم لقسمين. أول حاجة مع الأفعال العادية، وتاني حاجة مع الأفعال الشاذة. إيه ده؟ هو في حاجة اسمها أفعال شاذة؟ أيوة بالظبط، في عندنا في اللغة أفعال شاذة، ومعنى فعل شاذ يعني لا يتبع قاعدة معينة. ما تقلقوش، كل حاجة هناخدها بالتفاصيل في وقتها المحدد. أول مثال عندي لتكوين الزمن مع الجملة المثبتة مع الأفعال العادية. play هيبقى played. I played football yesterday. أنا لعبت كرة قدم امبارح. تاني فعل معانا الفعل العادي وهو work. worked ضفت له ed. وعندي المثال he worked in a bank last year. هو اشتغل في بنك السنة اللي فاتت. يبقى كده عرفنا انه احنا بنجيب صورة الماضي البسيط من الافعال العادية باضافة ed لنهاية الفعل. تاني حاجة وهو شكل الجملة المثبتة مع الافعال الشاذة، وزي ما قلنا انه الفعل الشاذ لا يتبع قاعدة معينة، يبقى كده معناه انه الماضي منه مش مضاف له ed. واول مثال عندنا على الفعل الشاذ go يعني يذهب، الماضي منه ذهب يعني went. تاني فعل eat ate. أول مثال على فعل go went she went to the cinema last night. هي راحت السينما ليلة امبارح. وتاني مثال على eat ate I ate a pizza yesterday. أنا أكلت بيتزا امبارح. كده احنا هنلاحظ مع بعض انه الافعال دي الشكل الماضي منها جه من غير ما ضفنا ايدي، وعلشان كده مش بيتبع القاعدة العامة، وعلشان كده سميناه فعل شاذ. فعندي مثلا went شكلها مختلف تماما عن go الفعل في المضارع، وعندي ate شكلها مختلف تماما برضو عن eat في المضارع. بعدين هناخد مع بعض تكوين الجملة المنفية في زمن الماضي البسيط. وعلشان نكون جملة منفية في زمن الماضي البسيط الموضوع سهل جدا، وهو اني بجيب didn't او did not، وبعدين بجيب بعد منه الفعل في صورته الأساسية بدون أي إضافات. الأمثلة على كده علشان نفهم الموضوع بشكل كويس: I
did not play football yesterday، يعني أنا ما لعبتش كرة قدم امبارح. والمثال التاني she didn't go to the party، هي ما راحتش الحفلة. وده ببساطة كان شكل النفي في زمن الماضي البسيط. الحاجة التالتة اللي هناخدها مع بعض وهي تكوين السؤال في زمن الماضي البسيط question form. برضو الموضوع مش معقد ولا كبير زي ما انتوا فاهمين، الموضوع سهل وبسيط. في الأسئلة بنبدأ الجملة بتاعتنا بديد، وبعدين برضو بنجيب الفعل في صورته الأساسية زي ما احنا عملنا في النفي بالظبط. أول مثال معانا Did you play football yesterday؟ أنا جبت أول حاجة did وبعدين الفاعل وبعدين play الفعل في صورته الأساسية بدون أي إضافات، وجبت بعدين باقي الجملة اللي أنا سألت عنها. وكده معناها هل لعبت كرة قدم امبارح؟ السؤال التاني معانا Did she go to the party؟ هل راحت الحفلة؟ برضو في الأول جبت did وبعدين الفاعل بتاعي بعدين go فعل يذهب في صورته الأساسية اللي هو المضارع، وبعدين باقي الجملة بشكل عادي. بعدين رابع حاجة هناخدها مع بعض وهي الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط yesterday بالأمس last night ليلة امبارح 2 days ago من يومين in 2010 في سنة 2010 last week month year الأسبوع الشهر السنة اللي فاتت. مثال I went to the park yesterday ذهبت إلى الحديقة امبارح. They visited London 2 years ago هم زاروا لندن من سنتين. بعدين هناخد أمثلة على زمن الماضي البسيط في أشكاله المختلفة. أول حاجة مثال مع جملة مثبتة He studied English last year هو درس الإنجليزية السنة اللي فاتت. جملة منفية He didn't study English last year لم يدرس الإنجليزية السنة اللي فاتت. بعدين شكل الماضي في السؤال Did he study English last year هل هو درس الإنجليزية السنة اللي فاتت. بعدين هناخد مع بعض تمارين علشان نطبق على الدرس. دلوقتي جاء دوركم انتوا حاولوا تحلوا التمارين دي. أول سؤال عندي I watched a movie last night حول الجملة دي لشكل الماضي البسيط. والسؤال التاني برضو Did you eat breakfast this morning برضو تحول شكل السؤال ده لشكل الماضي البسيط. وكده نكون وصلنا لنهاية درسنا عن الماضي البسيط. أتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تتدربوا على اللي اتعلمتوه، ولو عندكم أي سؤال سيبوه في التعليقات. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان توصل لكم الدروس الجديدة. أشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.